بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم 3 أوت 2023. مداخلتي اليوم هي في سؤال بسيط أسأله إلى جميع الجزائريات الأحرار وإلى الآباء الجزائريين والأمهات الجزائريات الأحرار. هل تعلمون مشروع علاء الدين؟ مشروع علاء الدين الصهيوني الذي كان دافيد بن غوريون مؤسس الدولة أو الكيان، لا أقول دولة، الكيان الصهيوني. مشروع علاء الدين هو غرس أبناء صهاينة من أصول عرب. يعني أفهمكم أن الصهاينة يتزوجون بعربيات بجنسيات مختلفة. والمشروع أن عندما يصل الأبناء إلى سن الرشد تطلب الجنسية العربية لكل واحد منهم من الأبناء. والمشروع في الجزائر هو عن طريق المغرب، بمعنى أن الصهاينة سوف يأخذون الجنسية المغربية ويدخلون إلى الجزائر خلسة بدون وثائق، ويتقربون إلى الجزائريات للزواج منهن بإغرائهم بالمال وبمستلزمات العيش، لأن الجميع يعلم أن الكيان الصهيوني عنده أموال طائلة. المخطط هو أنهم يدخلون إلى الجزائر بجنسيات مغربية، يتزوجون من جزائريات، عند وصول أبنائهم السن 18 يأخذون الجنسية الجزائرية. بعد هذا يعني يقدر أي ولد من هذه الأبناء يوصل إلى هرم السلطة الجزائرية. هذا ما وقع في المغرب في الزريبة. هذا مشروع بن غوريون سار مفعول إلى يومنا هذا. وأنا أحذر كل جزائرية وكل جزائري أب وأم أعطى ابنته إلى مغربي الجنسية. احذروا يا جزائريين، احذروا أيتها الجزائريات، أنتم سوف تتزوجون بصهاينة بجنسية مغربية يتكلمون اللغة العربية مثلهم مثلكم. إذن الحذر على كل جزائري حر وعلى كل جزائرية حرة رفض أي طلب زواج مهما كانت الإغراءات من حامل جنسية مغربية. هذا مخطط كيان الصوص لضرب الجزائر في العمق. الجميع يعلم أن اليهود يخططون لمئات السنين مستقبلا. هم لا يخططون على المدى القصير، هم يخططون على المدى الطويل. وهذه الخطة بدأت في دول عربية كثيرة، ومن بينها الزريبة اللي شفنا دركا. أصبحت أبناء الزريبة يدافعون عن الكيان الصهيوني أكثر من الكيان نفسه، لأنهم أبناء صهاينة. هذا ما يريد الكيان فعله بالجزائر. أنا أقول احتاطوا وانتبهوا، ولا تتركوا فرصة لهؤلاء الأنبال أن يتغلغلوا في المجتمع الجزائري. أختي الجزائرية،
ابنتي الجزائرية لا تقبل الزواج بحامل الجنسية المغربية، لأنك سوف تعرضين نفسك وبلدك إلى السقوط بين أيدي الكيان. إخوتي الأعزاء، المرجو كما يقول لك بارطاجيو هذا الفيديو على أعلى نطاق ليصل هذا النداء إلى جميع الجزائريين الأحرار داخل وخارج الوطن. مشروع علاء الدين مشروع قومي صهيوني. انتبهوا انتبهوا انتبهوا. شكرا على حسن المتابعة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تحيا قارة الجزائر العظمى، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديو قادم إن شاء الله.